مسيت بالخير. مسيت بالنور يا هلا. شو بنسمع طال عمرك؟ والله ما دام ان الموضوع في سمان الهرج وبحضور سمو الامير وبحضور الاعضاء كلهم، فانا عندي قصيده في سمان الهرج. تسلم. يقول: يا سمان الهرج يا ساحه فسيحه، كل مبدع تحتويه ويحتويها، مدها لله للقلوب المستريحه، والقلوب من المرض ما هي تبيها. في سمان الهرج هيضت القريحه، علها تلفت نظر من هو يجيها. عد راهي ما ضحل وكثر ميحه، الحيامة تعله وطول ضميها. السلام ونية القلب الصريحة للرجال اللي ترحب يوم اجيها. فيه مسك ولافحه من العود ريحة، ما يليق الا الربع يهتويها. يا سمان الهرج قلبي مستبيح، الاصايل كلها مطلق يديها، خلها ترتع بديلتك الشريحة. دومها روض خضر والعشب فيها، ما نسوق الكردية والنطيحة، ما يجيك الا الذي نتعب عليها. والسلام ونية القلب الصريحة للرجال اللي تسلم اللي ترحب يوم الجمعة. سلام. صح لسانك صح لسانك يا سيد، صح لسانك. ننتقل للشاعر فراج القرقاح. يقول: الأغراني الهاجس على بدع الأمثال، اختار جزلاته وجنب رخاصه، أغوص قباته من الجال للجال، والله عطاني كنز لها وماسه. التجربة كنز من أجيال لأجيال، وعلى ما قيل الرجل يعرف خلاص. اصبر على الحاجة ولا تطلب غنذال، لو كان لحزك في المعيشة خصاص. الرزق عند مبدل أحوال بأحوال، ولا خاب مكروب على الله خلاص. لا تنهزم لو كان ما عندك ريال، وكسب النواميس بتنصها قناص. ورفيد كل اللي اعترض كشها باللال، تبعد منافيعه ويقرب محاصه. اقطع علاقاته وخلها على جال، لا كذب البارود وش الرصاص. اقطع علاقاته وخلها على جال، لا كذب البارود ويش الرصاص. حتىش لو له منصب وعنده اموال، الطيب ما ياخذ بكرسي وماص. واصبر على الجاهل لو يقول ما قال، صبرك يبين للرجال انت قاص. ننتقل للشاعر والمنشد عبد الله الحميداني. وش بتسمعنا طال عمرك؟ مسيت بالخير. انت بالخير يا مرحبا، اللي يرضيكم سمع. يعني كل الوجود ما يجمعك الا الطيب. في شيله عندك اللي تطلبونه حاضر. اكيد نبي شيله ونبي شعر الليله. تبشرون. البارحة شاقني بارق اللح، أفرك يدني وخايل رفيفة. الله أعلم على ديرتي طاح، ولا سراوي ترادف قنيفة. يا الله طالبناك من رايح راح، يسقي مداهي لبدو مريفة. يرد لي علمهم بالتسماح، ومن الدهر ما عليهم محيفة. ارتاح لو كان ماني بمرتاح، كني موظف ولا لي وظيفة. والرزق ما له مع الناس مفتاح، والوقت يحكم ربيعه وصيفه. وانا مع الوقت والوقت مزاح، مزحة ثقيلة ومزحة خفيفة. والعمر شبه فتيلة ومصباح، وانا تقاضيت منها النصيفة. ولو ما معي واسط مخباي مسباح، يلهيني من النفوس الضعيفة. همي جرحني مثل سيل جراح، سيل تقضى بوادي حنيفة. سلامتكم. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم باسمي وباسمكم بالشكر لصاحب السمو الأمير سعود بن خالد بن سعود الكبير، والأستاذ والشاعر إبراهيم بريع، المشرف العام على منتديات سمان الهرج، بالشكر الجزيل
على هالفرصة اللي أتاحها لنا. كلمة طويل العمر في نهاية هذا الحوار. والله الله لا يهينكم على الحضور قال وحنا والله من حرصنا على ومحبتنا للمنتدى والما يقدمها المنتدى والأعضاء حضرنا، ولأنه حقيقة أنا في رأيي أنه يستاهل أنه يرتفع جالك في الوجود على منتديات كثيرة يعني بمستواه وبفكر المشرفين والأعضاء اللي فيه. والأمانة حضور مثلك شراك طال عمرك داعم لأي موقع ولأي جهة يحضر فيها. كلمة أبو فواز في نهاية هذا اللقاء. جزيل الشكر مقدما للأمير سعود بن خالد الكبير ولقناة الصحراء ممثلة فيك يا أبو ناصر، ونتمنى أن نكون قدمنا شيء يستحق المتابعة وينال على رضا. بلا شك يستحق. أعزائي المشاهدين، هذا من ناحية الحصان. استودعكم الله في أمل اللقاء معكم في حلقة قادمة وبرنامج مواقع أدبية.